في تحت رياده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارته، ووجود الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، منتخب مصر الاولمبي بيتحرم من لاعبين دوليين. النادي الاهلي رفض تماما انه يتخلى عن امام عاشور او محمد عبد المنعم لمصلحه محليه. النادي الاهلي اللي كان زي ما قلت في اول اجتماعات مجلس اداره زي ما قالوا لنا كان قاعد فيها زعيم الامه، النهارده سعد زغلول والنادي الوطنيه والبتاع، النهارده النادي الوطنيه بيدي ظهره لمنتخب مصر. يعني طول الوقت لما الاهلي بيحتاج لاعيبته من المنتخبات بيقولوا له اتفضل. حسام البدري عطلنا في كاس عالم وما تاهلناش بسبب انه رفض يلعب ماتشات وديه يوفر لاعبي النادي الاهلي لنص نهائي افريقيا من سنتين، فبالتالي دخلت مصر تصنيف تاني عشان تصطدم بالسنغال تصنيف اول، بعد ما كنا هنبقى تصنيف اول لو لعبنا الوديتين. كابتن حسام رفض وقال لك لان الاهلي في مهمه وطنيه. لما جه منتخب مصر بيحتاج لاعيبه الاهلي وهو رايح مهمه وطنيه، النادي الاهلي رفض يمنح لاعيبته او يتركهم للمنتخب الاولمبي اللي بالمناسبه هيبقى مسار جدل وكلام الفتره اللي جايه. يعني اوعوا تفكروا ان ملف المنتخب الاولمبي تم اغلاقه، لا، المنتخب الاولمبي راح يلعب في فرنسا، نتمنى له التوفيق. لو كسر الدنيا منتخب مصر الاولمبي وراح نافس على ميداليه، وده صعب جدا ان لم يكن مستحيل، هيبقى ده بيتم في غياب لاعبي النادي الاهلي. الناس هتشاور وتقول لك النادي الاهلي ساهم في ارتفاع المعنويات لما رفض والافلام دي. طيب الفريق خسر وخرج من دور اول وما عملش حاجه، برضه الناس هتشاور على النادي الاهلي وتقول النادي اهو اللي حرم منتخب مصر من لاعبين وما كانش جزء من المنظومه. عموما كلام كله بيدور في موسم كارثي نتمناه انه ينتهي بعيد بقى وبدون الموسم اللي جاي ان شاء الله، بدون بقى الطقم الشله دي كلها مع الف سلامه مع السلامه، وعايزين كوادر جديده، عايزين اتحاد جديد. انما فكره ان يقول لي عامر حسين قاعد بيجهز جدول، ولا الراجل التاني ثروت سويلة بيقول لك انا قاعد وموجود، واحمد دياب ما حدش قرب له برغم انه احمد رفعت رحمه الله عليه واخوه شاوروا عليه وقالوا انه متهم. اتحاد الشباب والرياضه بتعمل تحقيقات ملفها غامض جدا في عمليه تنويم مغناطيسي بتحصل. كان المفروض ان الملف يخرج النهارده على مكتب النائب العام، لا المكتب لا الملف خرج ولا حد اعلن لنا التحقيقات وصلت لفين، ولا في ادانات ولا لا، ولا هل يستوجب او يستحق التحقيقات في عناصر وفي اشخاص يتقدموا للنيابه العامه ولا لا، برضه ما نعرفش. برغم ان كان في تسريبات بتقول ان هناك اشخاص هيتم محاكمتهم، لكن احنا ماشيين في خط متوازي. عامر حسين مع الملف مع المنتخب الاولمبي مع التسيب مع تصريحات جهاد جريشه والمشاوره على الحكام ووجود شبهه الله اعلم عامله ازاي المستويات دي تجيلنا في التوقيت ده. كره القدم المصريه في الحضيض، كره القدم المصريه في الحضيض للاسف الشديد. موسم اتمنى بكل بلاويه